ابغاك تتخيل مطعم امريكي ومطعم هندي يخترعون وجبه واحده، وش بتكون؟ برجر التندوري الكريسبي. اول شيء بنجيب صدر الدجاج وبنضربه بهذا الشكل، وفي زبديه خلط بننقل الدجاج وبننزل عليه زبادي يوناني خالي الدسم، وبهارات تندوري بكتبها لكم تحت في الوصف، وثوم مهروس وزنجبيل مهروس بعد، واضافه اختياريه شوي ملون طعام، ترى كل المطاعم الهنديه يحطونه. وبنخلط كل شيء زين وبنغطيه على الثلاجه من ساعه الى ليله كامله. عندي هنا طحين بحط عليه من نفس البهارات اللي حطيتها على الدجاج، وبنخلطه زين. بناخذ قطعه الدجاج وبننزلها على الطحين، بنتاكد انه غطاه زين زي كذا. بنبخ عليه بخاخ زيت، وعلى القلاية الهوائية حرارة 180 لمدة 18 إلى 20 دقيقة. شوف شكلها بس. على الخبز حط شوي مايونيز، خس، شريحة دجاج كريسبي أكيد مخلل، آخر شيء شريحة جبن لوفات. قفل الساندويتش. أوف ريحتها رهيبة، ضروري نشوفها من النص. نقول بسم الله نجرب. البرجر ذا سيمفونية من النكهات. إذا تعجبك ذا النوعية من الوصفات وتبغى وصفات زيهم مناسبة للدايت، فشيك على كتاب الطبخ حقي، الرابط موجود في حسابي.